معنى ان احنا عندنا كل سنة مليون. كنا في اول الثورة 19 مليون، النهاردة الصلاة على النبي 30 مليون. انا بقول نشتغل جنب ده، معناه ان احنا عايزين قمح، مش بس قمح وذرة، لان رقعتنا الزراعية محدودة. عندنا 5 مليون فدان، وبعد السد العالي هيبقى 6.5 مليون فدان، وبعدين ما عندناش حاجة تانية غير كده. وسبيلنا الوحيد بعد كده سبيلنا الوحيد هو التصنيع. فلازم هنستورد قمح من بره. فاحنا طبعا نقدر ما نزرعش قطن ونزرع قمح، ولكن بهذا تكون السياسة الاقتصادية بتاعتنا سياسة غلط، لان القطن اقتصادي اكتر من القمح وبيدي دخل اكتر من دخل القمح. اذا المرحلة الجاية، الخطة الجاية بمشاكلها والضغوط اللي هنقابلها هتكون يمكن المشاكل والضغوط اكثر من الخطة اللي فاتت. المرحلة القادمة وطموحها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، نحن نحتاج إلى كل الدلالات التي نستطيع استخلاصها من الثورة ومعركة القنال. نحتاج دائما إلى وضوح الرؤية، ونحتاج إلى عمل فكري مستمر يرتفع إلى مستوى التحديات. نحتاج إلى نضال وعمل قادر متحرر يملك الفعل ويملك رد الفعل. قدمناش بديل لده، واحنا النهارده بنعتمد على انفسنا، ما بناخدش مساعدة من حد، نبني بلدنا بدراعنا. والسبيل الوحيد هو السير في الثورة. ليس هناك بديل لاستمرار الثورة فكرا وعملا، تجربة وإنجازا وتحقيقا وتأكيدا. الثورة في كل المجالات والعمل في كل المجالات. ما قدمناش بديل للانطلاق في التنمية بأسرع ما يمكن. لا نستطيع التوقف أو التردد. قد نقبل بالانكماش 6 أشهر أو سنة لنعيد ترتيب أوضاعنا. احنا عاملين سياسة انكماشية يمكن في هذه المرحلة، قد تمتد إلى 6 أشهر، قد تمتد إلى سنة، ولكن ده لن يكون السياسة المقررة لينا على طول. لأن معنى ده إن احنا ما نعملش حاجة. لازم ننطلق في التنمية بأسرع ما يمكن علشان نقيم المجتمع الجديد اللي احنا عايزينه. لازم ننطلق بكل قوة. وإذا انكمشنا 6 أشهر أو سنة ما نقدرش ننكمش أكثر من ذلك. زي ما قلت الرقعة الزراعية محدودة، إذا التنمية الصناعية أملنا الكبير. الخطة اللي فاتت استثمرنا في الصناعة والكهرباء حوالي 515 مليون جنيه. الخطة الجديدة 1360 مليون جنيه. الزراعة قاعدة أساسية لابد من تطويرها. في الخطة اللي فاتت كان عندنا 350 مليون جنيه استثمار، في الخطة دي 600 مليون جنيه للزراعة والري. إذا ما قدمناش بديل إن احنا نرفع الإنتاج. علشان أزود مستوى المعيشة وأرفع مستوى المعيشة لازم أرفع الإنتاج. وإذا كنا بنزيد بمعدل 2.7، ما نقدرش نرفع الإنتاج بمعدل 2.7، إن معنى هذا إن الحال هيفضل على ما هو عليه. وإحنا كان قررنا وتصميمنا إلى إن إحنا نرفع الإنتاج بمعدل 8% سنويا. إذن معنى هذا إن بيزيد فعلا مستوى الدخل بالنسبة للفرد سنويا 5%،
لأن مع الزيادة 2.7 يبقى الفرق 5%. طبعا معنى ده ايه؟ معنى ده لازم تكون في آثار تضخمية موجودة، لأن بننزل فلوس وما بناخدش منها ناتج. وقلنا نزلنا فلوس في السد العالي، ونزلنا فلوس في مشاريع ب 400 مليون جنيه في الخطة اللي فاتت اللي هي 1500 مليون جنيه، لسه ما جالناش منها عائد. الأرض اللي صلحناها لسه ما جاش منها عائد. إذا في فلوس بدون عائد، إذا بيشتد الطلب بدون ناتج، إذا بيكون فيه تضخم. مفيش بديل عن ان احنا نمشي في التنمية ونزود الانتاج في الصناعة والكهرباء. السيد رئيس الوزارة رئيس لجنة تحديد النسل، أرجو أنكم تسمعوا كلامه في هذا الموضوع وتطبقوا الخطة اللي عاملها بالنسبة للتنمية الاجتماعية. يعني العيلة اللي بتخلف عدد كبير من الأطفال ما بتقدرش توفر لكل هذا العدد العيشة الكريمة المأهولة. إذن الاقتصاد في الخلفة خير على العيلة وخير على الوطن. وزي ما بقول لكم مفيش داعي تخلف ولاد وتبقى معتلة الصحة لأن أهلها مش قادرة تصرف عليه. طبعا الرزق على الله، ده كلام عارفينه، ولكن ربنا قال طبعا ان احنا بنعتمد عليه، ولكن لازم نعمل. والنبي قال اعقلها وتوكل، ما قالوش تتكل على الله ويسيبها تتوه منه. فانا مش عايزكم تتوهوا بالزياده في الناس، نبص نلاقي الخطه تاهت مننا. الحقيقه موضوع جدي جدا. ما نطلع اكبر نسبه في العالم بعد الباكستان في زياده السكان. طبعا نتيجه لهذا هنعوز قمح اكتر ونعوز اكل اكتر، لان احنا من ناحيه الاكل ما عندناش كفايه ذاتيه. ده يساعدنا على ان احنا لما نعمل التنميه فعلا التنميه بتنجح وبتدي اثر. لكن مع الزياده الهائله في السكان التنميه ما بتبانش، ما بتديش الاثر المطلوب. هيبقى عندنا مشاكل وكل يعمل على حل هذه المشاكل. مفيش بديل امامنا من ان احنا نسير في التنميه وفي الصناعه وفي الزراعه. ولازم ايضا نعمل ثوره في الاداره تغير اوضاع الاداره تغيير اساسي. ناس كتير بتشتكي من الاداره، والاداره تمثل اخطر مشاكلنا الان. واحنا عايزين نعمل ثورة في الإدارة. الدليل الواضح أمامنا هو تجاربنا الواقعة. ما هش عايزين مستشارين أجانب وكتب وكلام من ده أبدا. أدي تجاربنا، ونجيب الناس ونسأل على مشاكل الإدارة ونحل هذه المشاكل. زي ما بنينا السد العالي بالروح العالية اللي كل العالم بيشيد بيها، زي ما قدرنا القناة بالكفاءة العالية، لازم هذه الروح تتحط في كل مشروع وفي كل موقع عمل. وعلى هذا الأساس نستطيع أن ننجح. مفيش بديل للبشر ولحماسة البشر. لازم نحرك حوافز البشر المادية والمعنوية. حوافز كل إنسان لازم تتحرك، الناحية الروحية والناحية المعنوية، ثم ناحية الحافز. الناس ما هياش طوب، والناس ما هياش آلات.
الناس عايزة الكلمة والتوجيه والمكافأة، حتى يمكن قد تكون الكلمة الطيبة مقبولة وبهذا تشتغل. والحوافز إذا وضعت في إطارها الاجتماعي الصحيح وبرئت من الاستغلال ومظنات الاستغلال أكثر جدوى من الروادع ومن كل أجهزة الرقابة. إذن احنا بنعمل الثورة الإدارية، لازم نشوف هذا الموضوع ونضع في اعتبارنا أن الإنسان يحتاج إلى الناحية المعنوية والناحية الروحية، يحتاج إلى الحوافز لكي يعمل. في الفترة القادمة قدامنا مجالات للعمل السياسي يجب أن نتحرك فيها. بهذه المناسبة بتكلم على الاتحاد الاشتراكي. في الفترة الأخيرة الاتحاد الاشتراكي فعلا أثبت وجوده في كل مكان، ولكن أثبت وجوده بأن التنظيمات القيادية والجماعات القيادية الموجودة والمكاتب التنفيذية اتحركت في مجالاتها، كشفت الإقطاع، كشفت الاستغلال، كشفت الانحراف. ده شيء يبشر بالأمل الكبير. عايزين طبعا التوسع في قواعد الاتحاد الاشتراكي، ولا نقبل ان يفضل بيننا منحرف، واي لجنة فيها واحد ينحرف لازم تتكلم اللجنة دي وتعمل على اخراجه، محدش يجامل التاني. ويجب فعلا ان احنا ندي الاجيال الجديدة والشباب مسؤوليتها. مسؤولية ايه؟ طب الشباب بندربهم هيعملوا ايه؟ يمكن هم بيسألوا. أنا بعتقد أن كل واحد يستطيع أن يعمل في وطنه ما يمكن من تغيير مستقبل هذا الوطن. في مجال أستاذ الجامعة لو بيدرس الجامعة، لو بيحضر المحاضرات ما بيغيبش، لو بيدي الطلبة المقرر، لو بيفهمهم، بيطلع ناس يؤثروا على مستقبل هذا البلد. الشاب اللي موجود في حتة لو بيفهم الناس وبيوعي الناس ويعتقد انه مناضل مكافح من اجل اهداف عليا، مش من اجل فلان ولا من اجل علان، اهداف عليا واضحة قدامنا عايزين نحققها، ويحارب الانحراف في مكانه، بهذا يكون الشاب بيعمل العمل اللي الوطن بيطلبه منه. اذن المرحلة القادمة سنشاهد فيها استكمال بناء الاتحاد الاشتراكي، وايضا قيام اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي. بالامس قامت اللجنة المركزية للشباب، لسه الاتحاد الاشتراكي اللجنة المركزية لم تقوم، وبعد كده نتجه الى مؤتمر قومي للاتحاد الاشتراكي. لكن عشان نعمل المؤتمر لازم يتم النظر في كل القيادات لغاية القرية والوحدات الجماهيرية والوحدات الأساسية. النشاط اللي موجود النهاردة يدعو إلى الإعجاب ويبشر بالأمل، وقدامنا عمل في المستقبل نعمله في الاتحاد الاشتراكي أكثر وأصعب من العمل اللي عملناه لغاية دلوقتي. وإحنا باستمرار الحقيقة يمكن النقد كان أكثر من التقريص. يعني أنا برضو بالنسبة للجرائد وبالنسبة للمجلات ألاقي إن في نقد للاتحاد الاشتراكي، وأنا بقول إن يجب إنهم ينتقدوا، ونقد أيضا للقطاع العام لدرجة يمكن بتتعدى المعنى المطلوب، وبرضو بقول بنسيبهم ينتقدوا. ولكن في نفس الوقت ما ننساش أما نقرأ هذا النقد إن فيه عوامل إيجابية وعوامل طيبة موجودة.
في الاتحاد الاشتراكي، يستطيع الاتحاد الاشتراكي النهارده أن يتصل بالجماهير وأن يحرك الجماهير وأن يأخذ منها ويعطيها ويفهم مشاكلها ويحلها. والنجاح اللي وصل إليه الاتحاد الاشتراكي يبشر في الأمل في المستقبل. وكل اللي أرجوه إن احنا العمل والهمة اللي مشينا فيها نستطيع أن نضاعفها في المستقبل، ما نتخاذلش، خصوصا بالنسبة للشباب، لأن الشباب دول هم سيمثلوا الأجيال القادمة اللي ستأخذ القيادة لهذه الثورة وستسير فيها نحو بناء المجتمع الجديد. إن احنا لن نستطيع في حياتنا إن احنا نبني المجتمع الجديد اللي احنا بنتكلم عليه، لأن زي ما بقول إن في بلاد خدت مئات السنين وهي بتبني هذا المجتمع. كنت بقول سأذيب الفوارق بين الطبقات وأدي الناس كلها حياة الرفاهية. هل نستطيع ان احنا ننظر هذا اليوم؟ لا، ان الجيل الجديد هو اللي هيأخذ المسؤولية من اجل تحقيق هذا الهدف. في المرحلة القادمة ايضا لازم نشوف عملية تقنين الثورة. الدستور الدائم، مجلس الأمة النهاردة بيعمل في الدستور الدائم، سلطات الدولة وعلاقتها ببعضها وعلاقات الأفراد ببعضها. أي علينا خلال الفترة القادمة أن نتم بناء مؤسسات الدولة الرسمية والشعبية، وأن تتحدد الحدود والعلاقات. والدولة ليست إرادات فرد أو أفراد، وإنما هي مؤسسات رسمية وشعبية يعبر كل منها عن مصلحة عامة وعن هدف عام. وما نقول إن احنا علينا في المرحلة القادمة أن نقنن للثورة، ليس معنى هذا إن احنا بنجمد الثورة. وما نقول إن احنا عايزين نبني المؤسسات ونحدد عملها، مش معنى هذا إن احنا بنمنع التطور. تعبير مؤسسات الدولة عن المصلحة العامة والهدف العام لا يلغي دور التوجيه الإنساني وقدرته المبدعة. عمل القوانين، قلنا قبل كده ان احنا عايزين نلغي القوانين القديمة ونعمل قوانين جديدة. في قوانين جديدة قديمة من اللي كانت قبل الثورة هي اللي بتسبب يمكن اللخبطة الإدارية ولخبطات كتيرة موجودة، كل دي لازم نلغيها. إذا المرحلة القادمة عايزين نتجه نحو تقنين الثورة في كل المجالات. الثورة مستمرة، ودولة الثورة لا بد أن تقوم على أسلم الأسس وأصلب القواعد. أسلم الأسس وأصلب القواعد هو الدستور والقوانين وتنظيم مؤسسات الدولة، والعلاقة بين هذه المؤسسات، تنظيم المؤسسات الشعبية. يجب أيضا أن نعمل على قيام جيل جديد من القيادات في كل مجال. يجب أيضا أن نعمل على توسع الحكم المحلي، ويجب أن نقيم الديمقراطية الفعلية، وهذا يعني المجالس الشعبية اللي اتكلمنا عليها في الميثاق. ويجب أن نقيم سيطرة الشعب على الخدمات، وده كلام أيضا جه في الميثاق. إذن لا زال قدامنا عمليات كبيرة جدا بالنسبة للبناء، الصناعة والزراعة والإدارة وبناء الدولة والبناء السياسي. ثم نصفي كل الجيوب الباقية من الاستغلال الإقطاعي أو الرأسمالي أو النفوذ. وقريت وتابعت كلكم في الصحف إن في بقايا إقطاع موجودة، في مخالفات لقانون الإصلاح الزراعي الأول. الإجراءات اللي اتخذت كلها إجراءات متعلقة بقانون الإصلاح الزراعي الأول وقانون الإصلاح الزراعي الثاني، لا علاقة لها بحدود الميثاق المقررة ولا بحق الملكية في حد ذاته أبدا. القرارات دي أيضا اتخذت ضد الناس اللي بيمارسوا الإرهاب في الريف. موجودين هنا فيكم ناس كتير من الريف،
وعارفين ان في ناس بتستغل، وناس بتستغل لانها عندها ارض، وناس بتستغل لانها تعتمد على الاجرام. والحوادث اللي الواحد اراها لم يكن يتصورها. واحد غفير مكنه وكان بياخد اتوات، ومن الاتوات دي عمل ثروه 300 فدان. الناس اللي وقفوا في وجه الاقطاعيين، في ناس قتلوا والقيت جثثهم في شوارع القرى، وقيدت الحوادث ضد مجهول لان الناس خافت تشهد. عارفين احنا في الريف بيحصل. واحد مثقف تمرد، دفن بجسمه كله خدوه الى المقابر ودفنوه في المقبره، دفنوا جسمه كله وخلوا راسه بس طالعه، وقعدوه هناك طول الليل. وفي الصبح طبعا الراجل كان من التعذيب ومن العمليات دي فقد عقله. حوادث. اطلب ايضا من المشير عبد الحكيم عامر انه ينشر ليكوا هذه الحوادث علشان تعرفوا قد ايه الاقطاع والارهاب كان بيعمل عندنا في الريف. لا نستطيع ان نتكلم عن الحريه والريف مش حر. اذا لابد ان نصفي الاقطاع تصفيه كامله، وده عمل لجنه تصفيه الاقطاع. وزي ما قلت بنصفي الاقطاع في القريه، بنصفيه في الاتحاد الاشتراكي الاقطاع والاستغلال والاجرام، بنصفيه في الجمعيات التعاونيه، بنصفيه في كل مكان. واللجنه دي لجنه مستمره لن ينتهي عملها، ستبقى باستمرار. بعد كده علينا ايضا في المرحله الجايه ان احنا نقاوم الانحراف. الناس فيها الكويس وفيها الوحش، وفي ناس بتنحرف. اذا اللي بينحرف لا نرحمه، ويجب ان نقاوم الانحراف. والانحراف بيظهر على اشكال مختلفه واشكال متعدده، ولكن نستطيع الحقيقه برضو خلال العمل السياسي ان احنا نعرف الانحراف ونقوم الانحراف. وايضا يجب ان نهتم اهتمام اكبر في المرحله القادمه بالجامعات. والجامعات هي اللي بتخرج لنا الجيل الجديد اللي بنعتمد عليه في البناء، واللي بنعتمد عليه في القياده السياسيه وفي البناء السياسي. وانا مع الناس اللي بيقولوا ان مستقبل التطور يرتكز على دعامتين: المجالس الشعبيه المنتخبه اللي نص عليها الميثاق، والجامعات ايضا تقوم بدورها كما نص عليه الميثاق، سواء بالنسبه للمناهج او بالنسبه للتعليم او بالنسبه للادوات او بالنسبه للمعامل او بالنسبه للكتب او بالنسبه للمكتبات. وبعتقد ان ده موضوع مهم جدا، والتوفير فيه خساره مش مكسب. وبنتهز فرصه الكلام عن الجامعات واتجه الى اخواننا المبعوثين اللي موجودين هنا. إن شاء الله لأثناء وجودهم هنا هجتمع معاهم وأتكلم معاهم، ولكن الكلمة اللي أحب أقولها النهاردة إن بلدهم هنا، أهلهم، أبهاتهم، أمهاتهم، إخواتهم، شعبهم بيعلق عليهم أهمية كبيرة، إنه منتظر إنهم ييجوا يقوموا بدور كبير في عملية البناء. احنا هنا طبعا الشعب ما
أثرش من ناحية واجبه ونحوهم، ضحى سواء بالنسبة للدراسة أو بالنسبة للجامعة أو بالنسبة للإرسال في بعثات للخارج. برضو بتروحوا تشوفوا فرنسا وتشوفوا ألمانيا، احنا لا احنا فرنسا ولا احنا ألمانيا، احنا لسه بني مر وأه وأليوب كده يعني. بصوش للقاهرة واللي موجود في القاهرة وتلاقي أكتركم جاي من الريف، وأكترنا كلنا جايين من الريف. علينا مسؤولية ان احنا نحول بلدنا زي البلاد اللي احنا بنتعلم فيها. هو ده اللي انت تقدر تديه لبلدك. لكن اللي يرجع بره من الريف الانجليزي، وانا بسمع، انا ما رحتش انجلترا، بيقولوا الريف الانجليزي جميل جدا، ويجي هنا يقرف من الريف المصري ويقول انا شايف الجاموس والبقر والى اخر الحاجات اللي انتوا عارفينها دي، والتراب والعفرة والترعة. ما نقدرش نقرف من منبتنا، من الارض اللي احنا اتخلقنا فيها. عايزين نعمل الريف بتاعنا زي الريف الانجليزي، هو ده اللي احنا عايزين نعمله. هل بنقدر نقول له اتعمل يتعمل؟ ابدا. لازم نشتغل ونعمل وننمي وندخل كهرباء ونصنع ونعمل زراعة ذات اقتصاد قوي. معنى كلامي ده كله ان العمل السياسي يجب ان ينمو ويصبح قادرا بالديمقراطية على الاحتفاظ بسلطة الدولة دائما لتحالف قوى الشعب العاملة بدون حاجة الى اي اجراء استثنائي. لا بد ان نهيئ انفسنا للوضع الطبيعي، الوضع الذي يحمل من داخله عوامل استمراره وضوابط استقراره وحوافز حركته ودوافع تقدمه. كل ده يجب ان يحميه جيش قوي، الجيش الوطني القوي اللي قلنا عليه في المبادئ الست. القوات المسلحة قامت بدور قوي، قامت بالثورة في 23 يوليو، اشتركت في معارك الثورة، اشتركت في العمل من اجل التطور الاجتماعي والاقتصادي، اشتركت في الدعم العربي والقومي، والأمان للأمة العربية كلها في حماية رادع قادر على الحركة. الجيش المصري يمثل رادع قادر على الحركة. وعندنا المثل في اليمن، استطاع الجيش المصري أن يتحرك إلى اليمن وأن يعمل ويحافظ على الثورة اليمنية. ننتقل الآن إلى العمل العربي. وحينما أتكلم عن العمل العربي انتهز هذه الفرصة وأعبر عن سرورنا لحل مشكلة الأكراد في العراق. واحنا كنا دائما ننادي بالحل السلمي بين أبناء الوطن الواحد، وقد استطاع العراق، حكومة العراق، أن تصل إلى اتفاق لحل سلمي، وده عمل تشكر عليه، وعمل يشعرنا أن الجرح اللي كان يستنزف قوة العراق يندمل، وتبقى العراق قوة وسند للعالم العربي. أيضا لما أتكلم عن العمل العربي أشير إلى العدوان الإسرائيلي الأخير يوم الخميس اللي قبل اللي فات على
سوريا. أقول إن سوريا إن السوريين استطاعت طائراتهم أن تواجه العدوان، ولكن إسرائيل هي أداة للعدوان وأداة للاستعمار، وإحنا مستعدين في سبيل مواجهة إسرائيل إن إحنا بننسق أكثر عملنا مع الحكومة السورية حتى نستطيع أن نواجه العدوان كجبهة واحدة. العدوان على سوريا هو عدوان على الوطن العربي، وإذا